السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل الممبار من اوله لاخره، حتى لو بنجيب الممبار بعد الذبح او مش نضيف خالص. هوريكم النهاردة طريقة سهلة جدا لتنظيف الممبار، مش هياخد منكم اي وقت، هتعملوا اكبر كمية بطريقة سهلة جدا. اول حاجة طبعا عشان ننضفه احنا لازم نقلبه. شايفين ده وش الممبار، هنمسك طرف الممبار ونبتدي ندخل صباعنا او باي حاجة نقدر ندخل بيها، اقلبه كده بالراحة. وبعدين هستخدم المية اللي في الطبق شوية شوية ادخلهم جوه الممبار وابتدي ان انا اقلبه. انا عامة بحب اقلبه تحت المية، بس لو احنا مش عايزين نستخدم مية كتير هنبتدي نملى الطبق اللي احنا هنستخدمه في التنظيف شوية مية، ونبتدي نستخدم المية دي في قلبه. شوفوا هو ده الممبار بطوله، فانا قلبته كله بطوله، بس انا في اوقات بقوم مقصة منه، مش بضطر ان انا اقلبه كله على بعضه، بقص مثلا نصه او ربعه وابتدي ان انا اقلبه عشان يكون اسهل عليا وانضفه، وبعدين اقصه بالحجم اللي انا عايزاه، خلاص اللي انا هحشيه بقى بالحجم ده. الممبار بيكون فيه كمية من الدهون، لو كمية دهون بسيطة أنا بفضل إن احنا نسيبها لأن بتدي طعم حلو جدا في الأكل. هنا بقى في قطعة من الدهون كبيرة شوية عن اللازم، يعني مش حاسة إن هي هتبقى مفيدة أوي جوه، فأنا هبتدي إن أنا أقص شوية من الدهن ده، بس أهم حاجة نخلي بالنا نبعد عن الممبارة نفسها. شايفين هي متنية كمان شوية، فاحنا بعد ما قصينا شوية من الدهن لو هو متجمع على نفسه مكشكش يعني، فاحنا نشده بالراحة خالص علشان يتفرد بالراحة عشان ما يتقطعش مننا. شايفين انا فردته ازاي، هو كان متني شوية مكشكش حبة على نفسه. تعالوا بقى اوريكم هننضفه ازاي. شايفين دي، عارفين دي ايه؟ دي مسكة الحاجات السخنة السيليكون، دي ممكن نجيبها من اي محل ادوات منزلية. بس عايزة اقول لكم حاجة، شايفين ان المساكة السيليكون في الاخر خالص فيها تضليعة جامدة واسعة شوية بينهم وبين بعض، هي دي احسن حاجة. يعني لو لقيت واحدة كلها كده دي تبقى حلوة جدا. دي كانت حلوة جدا في الجزء اللي جوه ده. شايفين انا بدخلها جوه ازاي، على اساس ان هي التضليعة دي تاخد كل الدهون دي وتنزل بيها. وكل ما كانت الضلوع دي بارزة شوية كل ما كانت مسهلة اكتر عملية التنظيف. بس عايزة اقول لكم الطريقة دي حلوة جدا وسهلت عليا كتير 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 في التنظيف. شايفين الدهون اللي طالعة منه عاملة ازاي، شايفين قد ايه اسهل كتير من اي طريقة تنظيف. الطريقة دي صدقوني والله اسهل طريقة في تنظيف الممبار. احنا هنا بننضف واحدة واحدة من الممبار وبنحطها في طبق لوحدها، تمام. هنبتدي بقى ان احنا بعد ما نخلص خالص نبتدي ان احنا ننضفه تاني، هوريكم ازاي. شايفين هو كده الممبار بعد ما انا نضفته مش محتاج مني ان انا انضفه تاني. تعالوا اقولكوا بقى المرحلة التانية للتنظيف. هبتدي احط عليه شوية حلوين كده من الملح، انا حطيت 4 معالق كبار من الملح، وعصير ليمون، وشوية حلوين من الخل، تقريبا ربع كوباية خل. هنقلب الممبار بالخليط ده كويس قوي. وبعدين هبتدي انزل عليه بشوية من المية صغيرين واسيبه بس شوية صغيرين. هنبتدي نقلبهم كويس قوي مع بعض. شايفين الممبار اصلا طالع زي الفل،
طالع نضيف جدا. هغسله شوية بالمية مع الخليط اللي احنا حطيناه وابتدي اشيله بقى من الخليط ده بس ان احنا بنشيل منه الزفرة، نشيل منه اي ريحة وحشة، وبعدين نبتدي ان احنا نصفيه من المية. ما بنسيبوش في الخليط ده كتير، عشان كده انا لما انا نضفته واحدة واحدة انا ما حطيتوش في الخليط عشان ما مش يتهري مني، انا حطيته في طبق لوحده. بعدين بدأت اشطفهم كلهم مع بعض، هشطفه كويس قوي بالمية وخلاص هسيبه بقى يتصفى. شايفين ابيض وزي الفل ازاي؟ شايفين نضافته؟ الطريقة طلعت تحفة وسهلة جدا، ما خدش مني وقت. انا عملت تقريبا 2 كيلو ممبار، والله ما خدش مني وقت غير العادة بياخد مني وقت طويل في التنظيف. نسيب بقى الممبار كده يتصفى شوية على ما نحضر له التخديعة بتاعته. اتمنى يا رب يكون طريقة التنظيف كانت سهلة عليكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفات تانية كتير.